بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا هو الأصل الثالث، بعد أن أكمل المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على الأصل الثاني، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، وأن مراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، وأن كل مرتبة لها أركان، وبين أركانها وذكر الأدلة على كل ركن من هذه الأركان، من أركان الإسلام وأركان الإيمان، وكذلك ركن الإحسان. وختم هذا الأصل بذكر الدليل من السنة على هذه المراتب وعلى هذه الأركان، حديث عمر بن الخطاب يسمى حديث جبريل المشهور. ثم انتقل إلى الأصل الثالث الذي يسأل عنه العبد في قبره، وهو عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الأصل ما يتعلق باسم النبي، وما يتعلق بنسبه، وما يتعلق بمكان ولادته، وما يتعلق بعمره، وما يتعلق بمكان هجرته، وكذلك ما يتعلق برسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي ينبغي على المسلم أن يتعرف إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويعرف سيرته ليتبعه، لأنه هو الواسطة بيننا وبين الله عز وجل، بين الناس وبين الله عز وجل هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم أن يتعرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرف سيرته، يعرف أخلاقه، يعرف كيف تعامله، يعرف أيضا مولده، ويعرف أين ولد وكيف وأين هاجر، ويعرف غزواته صلى الله عليه وسلم، لكي يكون على علم باتباعه، ولكي يتشوق إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيعرف كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم حياته في الدعوة، بعد بعث عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يصبر على الدعوة، وكيف كان يصبر أيضا على الأذية، وكذلك كيف كانت معيشته عليه الصلاة والسلام، وأنه يصبر على الجوع ويصبر على الحاجة. فلذلك اعتنى السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم بدراسة سيرته صلى الله عليه وسلم وتدريسها لأبنائهم، يدرسوا أبنائهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم أن هذا من أجل يزيد المؤمن اشتياقا للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر أثار عن السلف عظيم شوقهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعظيم تعظيمهم وكبير تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مالك بن أنس رضي الله عنه كان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه، ينحني ويبكي رضي الله عنه وأرضاه. فقالوا له يوما: ماذا؟ قال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي. قال: لقد كنت أرى محمد بن المنكدر، وكان سيد القراء، لا نكاد نسأله عن حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا يبكي حتى نرحمه. يبكي إذا نسأله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبكي. قال: حتى نرحمه من كثرة بكائه. وكذلك قال: وكنت أرى محمد بن جعفر، وكان كثير الدعابة والتبسم، يتبسم كثير، يحب المزاح. قال: فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه. قال: وهو محمد، هذا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو محمد، هذا اسمه، هذا أشهر اسم له صلى الله عليه وسلم. ذكر في القرآن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، الذين آمنوا بالله آمنوا أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا هو أشهر اسم به. وقيل
أنه لم تسمى العرب، قال طائفة من أهل العلم أنه لم يسمى أحد من العرب بمحمد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يسمون بأحمد وحمد، مشتق من الحمد، حمد. وقال بعضهم أن ما سمي كان العرب يسمون بمحمد لكن قليل نادر، كان قليل ونادر. ومن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أحمد، كما ذكر على لسان عيسى عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل في سورة الصف: إذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول إليكم مصدق لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هذا من أسمائه الذي ذكرت في القرآن، اسم النبي صلى الله عليه وسلم أحمد. وجاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث له 5 أسماء، قال: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي، وأنا الحاشر الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر على يدي، وأنا العاقب. كذلك قال: أنا المغفي، وغير ذلك من أسمائه عليه الصلاة والسلام. قال: هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، نسبه إلى قريش. قريش قيل هو النضر، وقيل هو كنانة. وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم. فقريش نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل نسب من قريش، وأفضل نسب العرب هو نسب قريش. والعرب من ذرية قريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل. نسب النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه إلى عدنان: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المطلب بن هاشم بن قصي بن كلاب بن عبد لؤي إلى عدنان. هذا متفق عليه. وما بعد عدنان لا ما أحد يعرف، ذكر لكن لم يصح. الذي ثابت إلى عدنان، وما بعد عدنان لا يعرف كم العدد ما بين عدنان وبين إسماعيل. ومتفق عليه أن عدنان من ولد إسماعيل، هذا متفق عليه. لكن ما بين عدنان وإسماعيل كم عدد لا يعرف، كم العدد، وما أسمائهم لا يعرف، الصحيح أنه لا يعرف إلى إسماعيل. وإسماعيل معروف متفق عليه هو ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى. وما نسب كذلك بعد إبراهيم من نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم هذا لا يصح. ما آدم إبراهيم ابن آزر ابن ما أدري من، هذا لا يصح. آزر نعم هو أبو إبراهيم، لكن ما بعد ذلك لا يصح. فالمهم أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، يحفظ نسبه إلى عدنان، وعدنان من ولد إسماعيل. إذن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل، وإسماعيل ابن إبراهيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من قريش، واصطفى من كنانة قريشا من كنانة، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم للرسالة والنبوة. قال: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا، نبئ بأقرأ، وأرسل بالمدثر، بلده مكة، وهاجر إلى المدينة. نعم، له من العمر 63 سنة، مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره كم؟ 63. هذا الصحيح، هذا مروي عن جماعة من الصحابة. وجاء عن عائشة قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة، وهو 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، أي عاش النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة قبل أن يبعث، قبل أن يوحى إليه، كما جاء ذلك عن أنس رضي الله عنه قال: أنزل عليه وهو ابن 40، وكان قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام على ملة إبراهيم، على التوحيد. كان لا يأتي مع قريش إلى عبادة الأصنام، وكان لا يحب كان لا يشرب الخمر، وكان لا يأتي الفواحش، كان يعتزل مجالس الرذيلة والفاحشة، ومجالس شرب الخمر كان يعتزلهم النبي صلى الله عليه وسلم. كان يذهب إلى الغار ويتعبد في الغار على ملة إبراهيم. قال: منها 40 قبل النبوة، 23 نبيا رسولا. نعم، 23 بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام عاش 23 سنة، فيها جاهد عليه الصلاة والسلام، وفيها قام بالدعوة إلى الله عز وجل، وفيها صبر على ما
لقي من أذى من المشركين والمنافقين واليهود وغيرهم. قال نبئ بإقرأ أي يعني بعث، نبئ بإقرأ أي أن الله عز وجل أوحى إليه، وهذا كان أول الوحي. أي بإقرأ بقول في يعني بصورة اقرأ، الخمس الآيات من سورة اقرأ العلق، من سورة العلق، وهي اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. وهذا دليله عندما يعني جاء حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يتعبد الليالي ذوات العدد، فكان فذات مرة يعني جاءه جبريل عليه السلام فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ليس معنى أنا لن أقرأ، لا، وإنما لا أستطيع القراءة، النبي صلى الله عليه وسلم أمي. فأخذه جبريل، قال فأخذني فقطني حتى بلغ مني الجهد، يعني حتى عرق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرسله فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. في المرة الثانية هكذا، ثم في المرة الثالثة قال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. وهذه أول ما نزل من القرآن، هذه أول ما نزل من القرآن، 5 الآيات من سورة العلق التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه، هذا أول ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في رمضان، في الثاني من رمضان. هذه يعني هذه الحادثة. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني وكيف النبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 40 سنة، ويعني قد يعني قيل أنه ولد في ربيع، قيل أنه ولد يعني كما تقدم يعني معنا في السيرة، اختلف العلماء في مولده، وبعضهم قال في رمضان وقلنا هو ضعيف، وبعضهم قال في ربيع، واختلفوا في اليوم الثامن أو التاسع، فقالوا من ربيع الأول إلى رمضان 6 أشهر. كانت هذه يعني من وقت رسالة، من وقت بعثته، لكن هذه كانت مجرد رؤية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قال الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة، الرؤيا الصالحة. ولذلك كان 6 أشهر النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرؤيا، فتكون يعني كفلق الصبح تتحقق الرؤيا، يرى الرؤيا في المنام فيصبح فيرى هذه الرؤيا واقعة، يعني هذه الرؤيا صحيحة، يعني مدة 6 أشهر. ثم بعد ذلك أنزل الله عز وجل جبريل بهذه، أرسله بهذه بأول 5 آيات من سورة العلق. قال وأرسل بالمدثر، بعد ذلك فترة الوحي، يعني لم يأته جبريل، لم ينزل من القرآن شيء، فترة الله أعلم، قيل 40 يوم، وقيل بعضهم 20 يوم، وقيل بعضهم شهرين، يعني خلاف كم فترة الوحي، لم يأتيه جبريل. عندما حصل هذه الحادثة رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة، كانت يعني لم تكن من زوجته إلا خديجة، فرجع وهو خائف يقول زملوني دثروني أي قطوني. فيعني قالت له خديجة ما الذي أصاب؟ قال لا كذا وكذا، فأخبرها الخبر، قالت والله لا يخزيك الله، إنك لتغري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتصل الرحم. ثم أخذت به إلى ورقة بن نوفل، وكان يعني رجل تنصر، أي يعني أخذ بدين النصرانية، وكان يأخذ الكتاب ويكتبه بالعبرانية، فكان رجل قد عمي وكبر. وقيل يعني هذا يعني من أول يعني من أسلم ورقة بن نوفل، من أول من أسلم ورقة بن نوفل رضي الله عنه. فذهبت إلى خديجة ذهبت بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل وهو ابن عمها، فيعني قالت له يا ابن عم، فأخبرته بالخبر، قال هذا الناموس أي الرسول من الملائكة الذي كان يأتي موسى، جبريل يسمونه الناموس. قال والله لئن أطلب عمري لا يعني أمنعهم من أن يخرجوك، بمعنى كلامه رضي الله عنه، أو قاتلن معك، ولئن عشت يعني أطال الله في عمري حين يخرجك قومك لو قاتلن معك. قال أو مخرجيهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، ما أوتي أحد بمثل ما جئت إلا عودي أي يعني عاداه قومه. فبعد ذلك فترة الوحي، ثم أنزل الله عز وجل سورة المدثر، بداية سورة المدثر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، أمره أن ينذر الناس. أول شيء اقرأ باسم ربك الذي، هذا يعني النبوة، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يؤمر بالتبليغ، إنما أمر بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر، هنا أمر. فلذلك هذه أول آيات أنزلت، أول سورة المدثر، يا المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذه أول آيات أنزلت بعد فترة الوحي، جاء عن
يعني جابر رضي الله عنه قال يقول أول ما نزل من القرآن يا أيها المدثر. ما معنى هذا؟ أي بعد فترة الوحي، ليس هي أول مطلقا، لا، الأول هو اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، 5 الآيات من سورة العلق، والأول بعد فترة الوحي هذه يا أيها المدثر. قال وبلده مكة، أي ولد فيها، ولد في مكة في شعب يعني سمى شعب أبي طالب قريب من يعني الكعبة، ولد في عام الفيل كما جاء يعني في السيرة، ولد في عام الفيل وهو يوم الاثنين، واختلفوا في أي شهر. وهي مولد مكان ويعني حيث ولد، وهي أحب البقاع إليه، أحب البقاع إليه، والله إنك لخير الأرض وأحب أرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت، ولولا أني أخرجت ما خرجت، قول مسلم. وهاجر إلى المدينة، نعم، بعد أن أوذي عليه الصلاة والسلام من المشركين وهموا بقتله، فاجتمعوا من كل يعني قبيلة ومن كل بيت يعني رجل، اجتمعوا 100 نفر وأخذ سيفا واجتمعوا عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إذا خرج نضربه ضربة واحدة ونقتله، ثم بعد ذلك يعني بنو هاشم ينظروا فيروا أن يعني من كل قبيلة رجل، قبائل كثيرة، ما سيأخذون بثأره، ما سيأخذون بثأره، سيطالبون بالدية. قالوا ثم نعطيهم بعد ذلك الدية، ثم نعطيهم بعد ذلك الدية. اجتمعوا، ولكن الله عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم ووضع، جاء أنه يعني وضع على رؤوسهم التراب، وضع على رؤوسهم التراب، خرج وهم لا يرونه، وهم قيام ينتظرون خروجه، ومع ذلك خرج، طمس الله على أعينهم، ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.